من اكتر الاسئله اللي بتمر عليا في الكوتشنج سيشن هي الاسئله اللي من نوعيه اتطلق ولا اكمل في الجوازه، اسافر ولا البلد دي احسن من غيرها، اسيب الشغل واروح لكارير تاني ولا اكمل وبلاش اخد ريسك. والحقيقه ان النوعيه دي من الاسئله بتخلي صاحبها محتار جدا، بيحس ان حركته مشلوله وان هو متأيد. تعالوا اقول لكم بقى احنا بنساعد الاشخاص دي ازاي ان هي تجاوب على السؤال ده وتختار الطريق الصحيح بالنسبه لها. طيب، اول نقطه لازم الشخص ده يكون مدركها كويس، فكره ان طالما انا وقفت محتار يبقى معناها ان انا في مفترق طرق، معناها ان كل طريق من المتاح قدامي هيبقى فيه قدر من المعاناه وقدر من الالم. لان ببساطه لو في طريق وردي وجميل ومش هيتسبب لي في اي معاناه واي الم وهيحقق لي اهدافي في الحياه، هيكون سهل ان انا اختاره. لكن انا واقف في مفترق طرق ومحتار، يبقى اي طريق من اللي هختاره هيبقى فيه قدر من المعاناه وقدر من الالم. طيب، يا ترى بقى انه طريق هقدر استحمل فيه المعاناه وهستحمل فيه الالم؟ تمام. طيب، الاجابه على السؤال ده مرتبطه بسؤالين لازم نسالهم لنفسنا. اول سؤال، ايه اولويتي في الحياه؟ ايه الهدف من حياتي؟ ايه معنى حياتي؟ تمام. كنت كلمتكم قبل كده عن المينينج واهميه المينينج. في الحقيقه ان الاولويات والهدف من الحياه هي اللي هتحدد لي انه طريق همشي فيه. ليه؟ لان انا الطريق اللي هختاره هو الطريق اللي انا شايف الهدف بتاعي في نهايته، هو الطريق اللي انا عارف ان انا هتحمل فيه قدر من المعاناه والالم، ولكن في مقابل حلو انا مستنيه اللي هو الهدف والمعنى بتاع حياتي. في فرق كبير ان انا امر بظروف صعبه بس انا عارف الهدف من ورا الظروف ديت، وفي فرق ان انا طول الوقت بعاني وبتألم وطاقتي بتستنزف بدون هدف وبدون معنى. انا قاعد اهلك في نفسي على الفاضي وانا مش عارفه اهلك في نفسي ليه. يبقى عرفنا اولوياتنا وحددنا طريقنا اللي هيساعدنا ان احنا نوصل للاولويه او للهدف ده. بيجي هنا تاني سؤال، هل انت عارف ايه الادوات اللي هتساعدك ان انت تقدر تحارب الالم اللي في الطريق ده ولا لا؟ طيب، لو عارفها هي كلها عندي ولا محتاج ان انا اكتسبها؟ الادوات دي ممكن تكون من نوعيه مثلا ان انا محتاج صحبه معينه تزقني ان انا اقدر اكمل في الطريق ده وتساعدني وتبقى سبورت ليا. في سكيلز معينه لازم ازود بيها الريزيلينس عندي وقدرتي على تقبل الصدمات او المتاعب اللي هتقابلني في الطريق ده. فانا لو وصلت لاجابه السؤالين دول مع ادراك ان انا في مفترق طرق واي طريق بالنسبه لي هيبقى فيه قدر من المعاناه والالم، تاكد ان شاء الله ده هيساعدك ان انت تختار الطريق السليم.